انا عايزك تصبر لان جاي لك بكوارث في الكرة المصرية لا حصر لها، كوارث جبارة. ولكن قبل ما نخش في الكوارث، صدمة قوية وعنيفة للبي اس جي الباريس سان جيرمان. زي ما شرب ريال مدريد برباعية، شرب من تشيلسي. يعني بص، بهزيمة موجعة مؤلمة بعد ما كانت كل الناس متوقعة فوز البي اس جي باريس سان جيرمان بكأس العالم. تشيلسي عملها وخطف كأس العالم من الباريس في صدمة غير متوقعة لكل أنحاء العالم. كان الكل متوقع الباريس هيكسب، ولكن تشيلسي عملها. نخش على تفاصيلنا ونخش على أخبارنا. مليون مبروك لتشيلسي وهارد لك للباريس. أولا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعين قناة إكرامي محمود في كل مكان، تحية طيبة ليكم. قبل ما نخش في التفاصيل، لا تنسى يا كبير لايكك وشيرك واشتراكك وتفعل زر الجرس على دماغي من فوق ليصلك كل ما هو جديد. طيب، قبل ما نخش في تفاصيلنا نبدأ كلامنا معاكم بإيه؟ كالعادة بإيه؟ زي ما انت قلت كده، بذكر الله فلا اله الا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كارثه حقيقيه داخل الكره المصريه بسبب لاعب وعجبي. مين يا عم اللاعب ده؟ ازمه تثير يعني بص الضجة والقضية الفلسطينية داخل الكرة المصرية بسبب اللاعب حامد حمدان. مين؟ حامد حمدان اللاعب الفلسطيني. كل البرامج الرياضية المصرية في التلفزيون المصري تهاجم نادي بتروجيت بسبب تلك الصفقة. وايه ده؟ مش عارف. ده اعلام. يعني لاعب محدش كان يسمع عنه في طبق اليوم علشان نادي بتروجيت مش عايز يوديه لنادي الزمالك، الاعلام كله يتقلب مفيش كلمه واحده عن مصطفى شلبي اللي مش راضي يرحل عن الزمالك يروح البنك الاهلي علشان يبقى فيه صفقات متبادله. الدنيا مقلوبه على حامد حمدان والقضيه الفلسطينيه واخواته في فلسطين متبهدلين وبيعيطوا والحكايه. يا جماعه مش كده. ده لاعب يعني ما حدش كان يسمع عنه. مش هو ده اللي هيعدل الميله يعني في نادي الزمالك، بل يطلع اعلامي يعني بص، الواحد كان مفكره اعلامي محايد زي كريم حسن شحاته يطلع يقول لك اداره الاهلي تفسد صفقات نادي الزمالك. لا جدع كيمو جدع. لا جدع. ما هقول لك ايه؟ طيب هقول لك ايه؟ نفسد صفقات مين؟ احنا اللاعب اللي احنا عايزينه بنروح ناخده من داخل نادي الزمالك بناخده ونمشي. نفسد مين ونعمل مين؟ لايكك يا كبير نوصل الكلام ده لكل الناس. واللي مش مشترك في القناه يتفضل ويشرفنا باشتراكه على دماغي من فوق ويفعل زر الجرس ليصله كل ما هو جديد. طيب، بسبب تلك الصفقه وايه ده محدش عارف يعني ايه الموضوع وايه الحكايه، محدش عارف. الاعلام شغال بس لا ولك ولا بلا 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 وحاجه يعني بص كوالا لمبوريه على الاخر. بس كده لا، ده كمان مدحت العدل وخالد الغندور يعني بص وقناه الزمالك. وبعد ده كله يطلعوا يقولوا ايه؟ الاهلي يفسد مين يابا؟ يفسد مين؟ الاهلي لو عايز اي حد من داخل نادي الزمالك بياخده. ولا انتوا بتنسوا يا جماعه؟ من الاخر زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، الاهلي لو عايز اي حد من داخل نادي الزمالك هياخده. مش تقول لي حامد حمدان والقضيه الفلسطينيه واللاعب واخواته زعلانين والناس في فلسطين زعلانه والحكايه والروايه. ايه دخل الشامي في المغربي؟ ايه اللي دخل الشامي في المغربي؟ وبعدين اللاعب ده هيفيد نادي الزمالك بايه؟ يعني حتى مش مهاجم مثلا هنقول هيخلص وهيعمل وهيسوي. ده لاعب وسط ما سمعناش عنه في طبق اليوم قبل كده يعني عشان النادي الاهلي يفسد عليكم صفقات. تعالى ايوه انت تعال نروح بقى ايه للمرد الاحمر. النادي الاهلي خلاص اليوم الاثنين التجمع للاستعداد للسفر الى تونس للاستعداد وعمل معسكر يتخلله 3 مباريات وديه للاستعداد للموسم القادم
يعني عمل معسكر يتخلله 3 مباريات، ال3 مباريات دول هيقف عليهم الراجل على تلك الحكايات والروايات، ويعرف مين اللي الحكايه ومين الروايه، يعرف كل كبيره وصغيره عن اللاعبين اللي معاه استعدادا للموسم القادم. حلو حلو. ولكن بعد ضم محمد شكري الباك الشمال لنادي سيراميكا، وهو الباك الشمال الوحيد بعد إعارة كريم الدبيس لنادي سيراميكا، النادي الأهلي كده في مأزق كبير. أنا واحد من الناس ما كنتش عايز كريم الدبيس يرحل، ولكن رحيله هو طالع إعارة على فكرة، هو طالع إعارة عشان إيه؟ يبقى كل واحد عارف اللي ليه وعارف اللي عليه، ولكن ما كنتش أتمنى خروج كريم الدبيس إعارة، لأن أنت ما معكش كده غير محمد شكري. ما معكش غير محمد شكري. هتقول لي احمد نبيل كوكا بيلعبها ومش عارف مين بيلعبها والعش بيلعبها، مفيش الكلام ده. الباك شمال يعني عايزين واحد زي علي معلول ملك الحلول بتاع الزغلول يا جدعان. مش كده. كريم الدبيس كان اكتر واحد اديله، ما خدش فرص. في وجود علي معلول كريم الدبيس ما خدش فرصه، في غياب علي معلول كريم الدبيس ما خدش فرصه. ما تعرفش ليه، ايه الموضوع وايه الحكايه، ما تعرفش، ما حدش يقول. الحل الوحيد ان كريم الدبيس يلعب بلعبه ويلعب بمهارته ويلعب لعبه، هيرجع النادي الاهلي ويبقى اللاعب باك الشمال الاول اللي في النادي الاهلي، هيبقى لاعب الباك الشمال لمنتخب مصر مش في النادي الاهلي بس. ولكن ما خدش فرصه في النادي الاهلي عشان نقول اللي لينا واللي علينا. كل التوفيق لكريم الدبيس، وكل التوفيق لعمر الساعي، وكل التوفيق لرضا سليم، وكل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي. محمد عبد الله، كل اللعيبه اللي طلعت اعاره يعملوا موسم ولا اروع ويرجعوا بيتهم وينوروا بيتهم من تاني. لعيبه كبيره تستاهل فرصه، ولكن ما خدوش الفرصه على الاطلاق. تمام. في لعيبه زي محمد عبد الله هتعرف تاخد الفرصه فين؟ وناحيه الهاف ليفت، الهاف يمين، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، زيزو، هياخد فرصه فين محمد عبد الله؟ فمحمد عبد الله برضه طالع اعاره. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله في الفتره القادمه، يعمل معسكر ولا اروع، ويرجع ريفيرو حافظ كل اللعيبه وعارف كل اللعيبه وعارف ده بيلعب فين ويعمل ايه ويسوي ايه. لان ريفيرو قدومه قبل كاس العالم للانديه كانت اكبر غلطه من الاداره. قولا واحدا بنقول اللي لينا وبنقول اللي علينا. كل التوفيق في النادي الاهلي في الفتره القادمه ان شاء الله. ميزانيه النادي الاهلي بتضرب ارقام قياسيه موسم تلو الاخر بيضربوا ارقام قياسيه في ميزانيه النادي الاهلي اللي وصلت 7.5 مليار جنيه. ده النادي الاهلي اللي بعض الناس بتقول لك بيجيب فلوس منين؟ بيجيب فلوس من كل حته. النادي الاهلي نمسك الخشب بيجيب فلوس من كل حته. عشان ايه؟ ما نزيدش على بعض ونكتر على بعض ونقول ونحيد ونزيد، لا، كل واحد عارف بيجيب فلوسه منين. عشان ما اطولش عليك، لايكك وشيرك واشتراكك. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا لكم.